السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. هناخد النهاردة الدرس الرابع بعنوان مصادر جمع المعلومات. يعني ايه مصادر جمع المعلومات؟ يعني ايه الحاجات اللي انا ممكن ارجع لها واقراها او انقل منها لو انا عايز اعمل موضوع معين او مقالة او اكتب كتاب او كل الحاجات دي. يبقى انا بشوف المصادر اللي انا اقدر اقراها عشان اكتب الحاجة اللي انا عايزها، اسمها مصادر. تمام كده. طبعا عندي نوعين: مصادر أولية ومصادر ثانوية. طيب بيقول لي المصادر الأولية هي المصادر اللي سجلت في زمن وقوع الحدث. يعني ايه مصادر سجلت في زمن وقوع الحدث؟ يعني الحاجات اللي اتسجلت وقت ما الحاجة بتتعمل، زي مثلا السد العالي. السد العالي وهو جاي يتبني صورته صورة أو جيت كتبت عنه السد العالي طوله قد كذا، كتبت شوية معلومات عنه. ده كده مصدر أولي. ليه مصدر الأولي؟ لأني أنا كتبت عنه أو صورت صورة أو عملت مقالة، أي حاجة أنا كتبتها في وقت إيه؟ وقوع الحدث، يعني في وقت والسد العالي بيتبني أو بيتعمل، يبقى ده مصدر أولي على طول. تمام كده. طيب المصدر الأولي ده هقوله إن هو بيتميز بالدقة. يتميز بإيه؟ بالدقة. لأني أنا ما خدتش المعلومات أو الحاجة اللي موجودة عندي من حد أو سمعتها مثلا من حد، لأ، ده أنا شفتها بعيني. يعني شفت السد العالي بعيني وهو بيتبني، أنا اللي خدت الصورة بنفسي له، صورة حقيقية. فده كده إيه؟ الحاجة كده مصدر أولي وكمان بتتميز بالدقة. طيب تمام. بس هنا المشكلة أو الحاجة السلبية إن المصدر الأولي ما بنقدرش إن احنا نحصل عليه بسهولة. مش كل المواضيع أو كل المعلومات اللي أنا عايزها أقدر إن أنا أجيب مصدر أولي ليها. خلاص كده. طيب هنا بيجيب لي أمثلة للمصادر الأولية. بيقول لي المصدر الأولي زي الآثار، يعني كل ما تركه القدماء من مباني وتماثيل وأدوات وغيرها. كل الحاجات اللي القدماء سابوها لنا وعملوها زمان دي من المصادر الأولية. يبقى الآثار ما تركه القدماء من مباني وتماثيل وأدوات وغيره. ايه تاني؟ النقوش الأثرية. النقوش اللي بتكون موجودة على ورق بردي، موجودة على معابد، موجودة على مسلات احنا بنشوفها في الأماكن اللي هي الأثرية. لو في منكم راح الأقصر وشاف النقوش اللي مكتوبة على المعابد والجدران والحاجات دي كلها، دي نقوش أثرية، يعني مصدر أولي، بتعد من المصادر الأولية. طيب يبقى النقوش الأثرية تمثل الصور والكتابات والرموز المحفورة على الحجر وغيره. طيب البرديات. ايه هي البرديات؟ المصريين القدماء عرفوا نبات اسمه نبات البردي. نبات البردي ده صنعوا منه ورق. الورق ده سموه ايه؟ كتبوا عليه وسجلوا عليه كل حاجة هما كانوا عايزين يسجلوها وسموها ايه؟ البرديات. يبقى البرديات برضو من المصادر الأولية. طيب ايه تاني من المصادر الأولية؟ قال لي كتابات المؤرخين. مين المؤرخين دول؟ المؤرخين دول اللي هم عصروا الحدث وهو بيحصل وكتبوا عنه. يبقى ده برضو الحاجات اللي هم كتبوها دي مصدر أولي. تمام. يبقى كتابات المؤرخين كل ما كتبه المؤرخون الذين عاصروا الحدث. يبقى تاني المصادر الأولية هي مصادر سجلت في زمن وقوع الحدث. بتتميز بإيه؟ بتتميز بالدقة. طيب إلى أنه يصعب الحصول عليها أحيانا، مش على طول بلاقي عندي مصادر أولية. تمام. طيب تمام. إيه هي الأمثلة؟ أمثلة للمصادر الأولية عندي 4 أمثلة هو ذكرها لي في الكتاب،
وهي الآثار، النقوش الأثرية، البرديات، كتابة المؤرخين. عايزة أقولك حاجة، لو حتى صور أو أي حاجة اتعملت في نفس وقوع الحدث في نفس الوقت برضو يبقى مصدر أولي، مش الحاجات اللي هو ذكرها لي دي بس. أي حاجة اتعملت، صورة، ورقة مكتوبة، أي حاجة اتعملت بس المهم إن هي تكون اتكتبت في نفس وقوع الحدث، يبقى ده مصدر أولي. تمام كده؟ طيب هنا بيقول لي بما تفسر، واتفقنا إن بما تفسر معناها ليه أو لماذا. طيب لو جت الكلمة دي مع كلمة أهمية يبقى هذكر الأهمية على طول، مش هجاوب بكلمة بسبب ولا لأن ولا ليه. طب بما تفسر أهمية نبات البرد الذي ينمو على ضفاف نهر النيل عند المصريين القدماء. يعني أهمية نبات البرد ده إيه؟ المصريين القدماء استخدموه في إيه؟ هقوله يستخدم في صناعة الورق اللي هو البرديات، لتسجيل أخبارهم وأحداث حياتهم. استخدموا البردي ده إن هم صنعوا منه ورق سموه البرديات. ليه؟ عشان يسجلوا أخبارهم وأحداث حياتهم. طيب كده عرفنا المصادر الأولية، نيجي للمصادر الثانوية. نيجي لإيه؟ المصادر الثانوية هي مصادر سجلت بعد وقوع الحدث بفترة زمنية طويلة وتعتمد على المصادر الأولية. طيب هنا المصادر الأولية احنا قلنا إن هي برضو مصادر سجلت، بس إمتى؟ في نفس وقوع الحدث، صح؟ هنا المصادر سجلت إمتى؟ بعد فترة طويلة أو فترة زمنية طويلة من وقوع الحدث. يعني مش أول ما السد العالي اتبنى رحت وقفت واتفرجت وسجلت وخدت صورة، لأ، ده أنا استنيت سنين. يعني السد العالي اتبنى واشتغل وقعدنا سنين طويلة، وبعد كده رحت خدت صورة أو وقفت جنبه، كتبت عنه أو خدت صورة جنبه. المهم إن هو بعد فترة زمنية طويلة، ده كده بقى اسمه مصدر ثانوي. بقى اسمه مصدر ايه؟ ثانوي. طيب تمام، يبقى هنا الفرق بين المصادر الثانوية المصادر الأولية هي الفترة الزمنية. أعرف ده اتعمل إمتى وأعرف ده اتعمل إمتى، يبقى أنا كده بعرف أفرق بينهم. طيب قال لي إن المصادر الثانوية بتعتمد على المصادر الأولية. زي مثلا لو أنا عندي مقالة، المقالة دي كتبتها من مصدر أولي، خلاص يبقى المقالة دي ايه؟ بقت مصدر ثانوي، ما أنا أصلا واخد المعلومات من مصدر أولي. يبقى هنا عندي المقالة اللي أنا كتبتها وخدت معلوماتها من مصدر الأولي بقت كده مصدر ايه؟ ثانوي، لأنها اتكتبت بعد فترة طويلة من وقوع الحدث، أو نقلت من المصدر الأولي اللي اتعمل في وقت وقوع الحدث، يبقى أنا برضو مصدر ايه؟ مصدر ثانوي. طيب بيقولي إن المصادر الثانوية متوفرة ويسهل الحصول عليها، تمام، لكن المصادر الأولية قلنا ايه؟ إن هي ايه؟ بيصعب الحصول عليها، صح كده؟ أو مش متوفرة على طول، عشان ما يقولي قارن بين المصادر الأولية والمصادر الثانوية. طيب أمثلتها ايه المصادر الثانوية؟ الأفلام التاريخية اللي احنا بنشوفها على التلفزيون، زي فيلم أكتوبر. الأفلام اللي هي التاريخية اللي احنا بنشوفها على التلفزيون دي من المصادر الثانوية. طيب الكتب والموسوعات، احنا عارفين الكتب. ايه الموسوعات دي بقى؟ الموسوعات دي لما يكون كذا كتاب مع بعض بيتكلم عن موضوع واحد بس. عارفين سلسلة كتب مع بعض بتتكلم عن موضوع واحد بس، يبقى دي اسمها موسوعة. لما اقولك مثلا انا ما عنديش كتاب واحد عن الاهرامات، ده انا عندي موسوعة كتب عن الاهرامات.
بيقول لي كمان المقالات زي الجرايد والورق اللي احنا بنكتب فيه مثلا بنكتب عنه قصة معينة أو حاجة حصلت زمان. دي برضو من المصادر الثانوية. طيب نيجي نميز. بيقول التمييز بين المصادر الأولية والمصادر الثانوية. نستنتج من مسابق أن التمييز بين المصادر الأولية والمصادر الثانوية بيعتمد على زمن إنتاج المصدر. مصدرا أوليا إذا تم إنتاجها وقت الحدث، يعني لو الكتب تم إنتاجها أو اتعملت وقت ما الحدث كان لسه شغال، يبقى دي بتبقى إيه؟ كتب أو مصدر أولي. طيب مصدرا ثانويا إذا تم كتابتها بعد الحدث بفترة طويلة، يبقى الكتب لو اتكتبت وقت وقوع الحدث تبقى مصدر أولي، اتكتبت بعد فترة زمنية طويلة تبقى مصدر ثانوي. يبقى أنت بتحدد هنا بترجع لإيه عشان تحدد إذا كان مصدر أولي أو مصدر ثانوي؟ لازم ترجع للفترة الزمنية. تمام. هنا بيقولك بص أو لاحظ الصور اللي هنا وإيه، واكتب تحت كل منها نوعها أولي ولا ثانوي. دي طبعا نقوش، يبقى إيه؟ أول مصدر أولي. الآثار مصدر أولي. موسوعة الحضارات المصرية القديمة دي مصدر ثانوي. أهمية تنويع مصادر جمع المعلومات إيه؟ يعني أنت ليه ما تيجي تكتب موضوع أو تعرف معلومات، إيه لازمته إن أنت يبقى عندك مصادر كتير؟ إن أنت تجيب لي فيلم تسجيلي، تجيب لي موسوعة، تجيب مقالة تجيب لي حاجات اتكتبت من زمان. ليه تنوع في المصادر؟ قال لي أول حاجة عشان ده بيساعدنا في حاجات كتير قوي، إن المعلومات تكون موثوقة. المعلومات تكون إيه؟ موثوقة. تكون إيه كمان؟ شاملة ودقيقة عن الأحداث والأماكن. يبقى المعلومات تكون شاملة، يعني أنت هتحصل على معلومات كتير لما يبقى عندك كذا مصدر. لا وكمان دقيقة. يعني إيه دقيقة؟ يعني المعلومات بتكون صحيحة لنسبة كبيرة جدا عن الأحداث والأماكن اللي أنت عايز تعرفها. طيب لازم يكون عندك مصادر كتير عشان تقارن المعلومات وتتأكد من صحتها. شوف المعلومة اللي عندي في الكتاب زي اللي في المقالة، زي اللي في الموسوعة، زي اللي مذكورة في الفيلم التاريخي. كل الحاجات دي يبقى مقارنة المعلومات والتأكد من صحتها. طيب تجنب التحيز لمصدر واحد. يبقى انت ما تعتمدش التحيز، يعني ان انت تعتمد على مصدر واحد بس. ما تقولش انا على طول بعتمد على كتاب كذا وبجيب منه معلومات. لا، ما ينفعش ان انت تتحيز او تعتمد على حاجة واحدة او مصدر واحد بس. لا، لازم تنوع في المصادر. طيب هنا عايز يعرفك او يفرق لك بين الحقائق وبين الآراء وبين الشائعات. الحقائق معلومات، الآراء وجهات نظر، الشائعات أحاديث. تاني، الحقائق دي معلومات مالها؟ معلومات صحيحة وكمان تم التأكد منها ويمكن إثباتها. زي مثلا ما يقولك الشمس تشرق من الشرق وتغرب من الغرب، تقدر تتكلم في المعلومة دي؟ لا طبعا. يبقى دي معلومة صحيحة جدا وكلنا متأكدين منها ومحدش يقدر يغير فيها حاجة. دي حقيقة، الشمس تشرق من الشرق وتغرب من الغرب. يبقى معلومات، الحقائق معلومات مالها؟ المعلومات دي صحيحة وتم التأكد منها ويمكن إثباتها. خلاص. طيب الآراء قلنا وجهات نظر شخصية. أنا مثلا عندي وجهة نظر بتقول إن الغردقة هي أجمل مدينة في العالم، فأنت رديت علي وقلت لي والله أنا بالنسبة لي الغردقة مش هي أجمل مدينة، أنا بالنسبة لي اسكندرية هي أجمل مدينة في العالم.
يبقى أنا من وجهة نظري هي دي المدينة الأجمل مدينة في العالم، وجهة نظر مختلفة عن وجهة نظرك انت. كل واحد له ايه وجهة نظر، ممكن تكون صح وممكن تكون غلط. انا بالنسبة لي صح، بس هي بالنسبة لك انت غلط. يبقى دي وجهات نظر شخصية. يبقى ده الوجهة النظر اللي عندي ده رأيي انا، ووجهة نظرك انت رأيك برضو. يبقى الآراء بتعبر عن وجهات نظر شخصية، قد تكون صحيحة أو غير صحيحة. زي إيه؟ مدينة الغردقة أجمل مدينة في العالم. طب لو انت جيت وقلت لي يا مس أنا بلخبط في الحقائق، الآراء في الشائعات، أو بلخبط بين الرأي والحقيقة، هقول لك أي جملة تلاقي فيها كلمة أجمل أو أروع أو أفضل أو أحسن، كلمة تفضيل كده، يبقى دي على طول رأي من غير ما أفكر، دي تبقى رأي على طول. تمام. الحقيقة لازم تكون حاجة يعني احنا كلنا متأكدين منها، انت ما تقدرش تغير فيها حاجة، دي حقيقة. طب نيجي للشائعات، قلت لي أحاديث. يعني ايه أحاديث؟ الكلام اللي احنا بنتكلمه أو الأقاويل، مالها؟ الغير صحيحة. دي هنا مش هقول ايه صحيحة أو غير صحيحة، لأ، الأحاديث دي بتكون غير صحيحة أصلا، يبقى اسمها شائعات التي يتناقلها الناس دون معرفة مصدرها. انت عمال تقولي معلومة غلط، انت مش عارف مصدرها أصلا ومش متأكد منها، عمال بتقولها كتير ودي حاجة غلط، أو الجملة اللي انت بتقولها أو الحديث اللي انت بتقوله غلط، يبقى دي شائعة. زي مثلا التطعيمات تسبب الأمراض للأطفال. طبعا التطعيمات ما بتسببش الأمراض، بالعكس، التطعيمات دي هي اللي بتحمي الأطفال من الأمراض، يبقى دي شائعة. تمام كده. طيب، قال لي تحرص الدولة على تقديم المعلومات الصحيحة للمواطنين. ليه؟ لمساعدة المواطنين في التمييز بين الحقائق والشائعات. طب ده بيعمل ايه؟ النتائج المترتبة: يساهم في مواجهة الأخبار الزائفة التي قد تسبب الفوضى أو الخوف. تاني، يبقى هنا هنكتب سؤال بما تفسر. بما تفسر تحرص الدولة على تقديم المعلومات الصحيحة للمواطنين، بجاوب لأن زي ما احنا متفقين، أو بسبب، أو ليه. هنا قال لي ليه، لمساعدة المواطنين في التمييز بين الحقائق والشائعات، عشان نقدر ان احنا نعرف الحقائق من الشائعات. طيب لما الدولة تقدم لي المعلومات الصحيحة عشان أميز بين الحقائق والشائعات، ايه اللي هيحصل؟ يبقى هنا سؤال ايه؟ ما النتائج المترتبة على؟ هقول يسهم في مواجهة الأخبار الزائفة التي قد تسبب الفوضى أو الخوف. أقدر أواجه أنا الأخبار الزائفة أو الشائعات اللي ممكن تسبب لي فوضى أو خوف. زي مثلا قلنا شائعة التطعيمات تسبب الأمراض للأطفال، دي شائعة ممكن تسبب لي فوضى وخوف. الناس تخاف من التطعيمات، محدش يروح يتطعم، فده كله يسبب لي فوضى. مفيش حاجة ايه صح بتتعمل، لأن الشائعات لما بتكتر بيحصل فوضى. صح كده؟ تمام كده. يبقى احنا خلصنا الدرس. ركزوا على الأسئلة اللي احنا ركزنا عليها، وحلوا الأسئلة. لو أي حد وقف قدامه أي سؤال يكتب لي في التعليقات. سلام عليكم.